ريفيرال من الدكتور بتاعنا مكتوب فيه ان المريض اللي جالك عنده جليان بري وابدا حط له بروتوكول علاج طبيعي. طب ايه هو جليان بري ده اصلا، وايه اعراضه، وامتى اشك ان انا عندي جليان بري، وايه انسب طرق لعلاجه سواء العلاج الدوائي او العلاج الطبيعي؟ هو ده موضوعنا، يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. زي ما احنا اتكلمنا ان النهارده هنتكلم على موضوع الجليان بري او متلازمه جليان بري. ليه هنتكلم في الموضوع ده؟ لان هي منتشره جدا حوالينا واحنا بنشوفها كتير، والحاجه المختلفه كمان ان احنا لما نيجي نقرا عنها هنلاقيها ان دي المفروض يعني ان دي حاجه نادره شويه، لكن هي موجوده في مصر وموجوده بكثره كمان عندنا في كل المستشفيات. عشان كده هنبدا نتكلم على الجليان بري. قبل ما نتكلم عنه لازم نقول ان الاكتشاف بتاع الجليان بري او تم تسميه جليان بري تم سنه 1859. كان دكتور فرنسي لاحظ ان عدد من المرضى بتوعه بيحصل لهم ضعف عام في الرجل او الدراع، والضعف ده مختلف شويه عن اي مرض تاني. اختلافه ان هو بياخد العضلات اللي فوق اكتر من اللي تحت. يعني بنلاقي العضلات بتاعت الفخذ متأثرة لكن عضلات مشط الرجل مش متأثرة قوي. فبدأ يشوف ايه المختلف في الحاجة دي وليه ده بيحصل، وعشان كده اتسمى باسمه لاندري جليان بري سيندروم. امتى اشك اصلا ان انا عندي جليان بري، او امتى اقول ان ممكن يكون عندي جليان بري؟ الجليان بري زيه زي اي مرض مناعي، هي شوية المناعة اللي عندنا بتبدأ تهاجم نفسها، وده بيبقى حاجة اسمها اوتوميون ديزيز، بتبدأ تهاجم خلايا معينة عندي فتبدأ توريني حاجة او تظهر حاجة زي التهاب اعصاب. التهاب الاعصاب بتاع الجليان بري بيبدأ يظهر مع كل الحالات بتنميل. التنميل ده سواء في ايدينا بس او رجلنا بس او بياخد الايد والرجل. فلاقي البيشنت بتاعي او المريض بتاعي جاي بيقول في تنميل في الرجل الشمال، في تنميل بدأ يظهر في الايد، وهكذا وهكذا وهكذا. يبدأ بعدها يدخل في الضعف بتاع العضلات، وضعف العضلات هنا زي ما احنا اتكلمنا ان هو بيصيب العضلات البروكسيمال او العضلات اللي فوق شويه زي عضلات الفخذ او عضلات الكتف، عن العضلات الديستال اللي هي زي عضلات الايد او عضلات المشط الرجل. ايه اسبابه اصلا وليه ده بيحصل؟ لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هو زيه زي اي اوتوميون ديزيز، ملوش اسباب واضحه، لكن في حاجات ممكن نقول ان ممكن تكون اسباب، زي مثلا ان يحصل اي تلوث او فيرال انفكشن، فيروس دخل الجسم بتاعي وبدا ياخد الدوره بتاعته جوه الجسم، فبدا يحصل لي زي انفلاميشن او التهابات، فبدا يخلي المناعه بتاعتي تهاجم نفسها فتظهر الاعراض بتاعه المريض بتاعي. ممكن كمان يجي بعد اي انفلونزا، واحد جاله برد فبدا يحصل بعد البرد بتاعه حصل انفكشن فبدأ أو التلوث ده بدأ يحصل واحدة واحدة لغاية ما يعمل التهاب في الأعصاب الطرفية بتاعة الجسم بتاعي. في حاجة لاحظوها إن كل المرضى أو أغلب المرضى اللي بيجوا في الجليان بري بيتكلموا في حاجة، بيقول لك إن أنا بدأ الأعراض عندي ببرد، بدأ إن أنا حصل لي كده زي إنفلونزا، شوية كحة، مش عارف، مناخيري سايلة شوية، الحاجات دي، لغاية ما بدأ يحصل تنميل، وبعد كده يحصل الضعف بتاعي، وبعد كده بدأت أروح المستشفى بتاعتي. فكل الأعراض دي لازم ناخد بالنا منها. لو أنا عندي برد أو عندي أي مشكلة من المشاكل دي لازم أخد بالي من المناطق بتاعت التنميل، وهل بيحصل تنميل زيادة ولا لا. فعشان كده لو إحنا هنيجي نقسم الأعراض هنقول الأول إن حصل تنميل، بعد التنميل حصل ضعف عام في العضلات، بعد الضعف العام لا قدر الله ممكن يحصل مشاكل في العضلات بتاعت التنفس، ودي بتبقى مرحلة متأخرة من الجليان بري. لأن إحنا لما نيجي نقسم الجليان بري بتاعنا هنلاقي إن هو في كذا مرحلة. أول مرحلة بتاعت التنميل، ودي عادي جدا، اي ادويه عاديه هنلاقي الدنيا اتحسنت وخلاص الحمد لله. لكن لو استمر معاه شويه هيبدا يدخل في ضعف العضلات، ودي لازم نتحجز في مستشفى ونبدا ناخد العلاجات المناسبه للحاجه دي. تالت حاجه لو هو استمر شويه هيدخل العضلات بتاعه التنفس، وبما انه دخل العضلات بتاعه التنفس فكده لازم هندخل الرعايه. دخول الرعايه هنا للمريض عشان نبدا نحسن العضلات بتاعتنا او نبدا نحافظ على التنفس بتاعي عشان ما يحصلش لا قدر الله حاله وفاه او حاجه نتيجه مرض الجليان بري، ودي حاجه مشهوره جدا ومعروفه لان هو بيأثر على العضلات بتاعة التنفس. كمان هو بيأثر على الأعصاب بتاعة الكرينيال نيرفز. ايه الكرينيال نيرفز دي؟ زي الاعصاب بتاعة البلع مثلا، زي الاعصاب بتاعة العين، بيبدأ يأثر مثلا على الاعصاب بتاعة البلع فيخلي المريض بتاعي مش عارف يبلع، فبالتالي المريض لما يجي يبلع ما يحصلش السيركت السليمة او السيركل السليمة بتاعته، فتبدأ الاكل بتاعه يقف ويبدأ يدخل في المجرى بتاع التنفس، فيبدأ يحصل لك انفكشن او تلوث على مدار الجهاز التنفسي بتاعك. فدي حاجة كمان ممكن تسبب مشاكل في التنفس، وبرضه لازم ندخل ليها الرعاية. فبنلاقي ان المريض بتاعنا بدأ يدخل معانا الرعاية وبدأ يحصل له المشاكل بتاعة الرعاية بقى، سواء مشاكل شيست او اللي هي الصدر او مشاكل بتاعة التنفس الصناعي او الحاجات دي كلها. لكن الحمد لله المفروض ان المرض ده
بيبدأ يهاجم بشكل سريع، بس بعد كده بيبدأ ينسحب واحدة واحدة، وده بيتوقف على شكل العلاج اللي أنا باعمله أو بيتوقف على أنا لحقته ولا ما لحقتوش. بس لازم ناخد بالنا إن الأعراض اللي إحنا بنتكلم فيها دي تبقى مترتبة في دماغنا. ليه؟ لأنها بتتشابه كتير مع أعراض تانية. يعني مثلا في مريض جالنا مثلا كان متشخص إن هو مش جليان بري خالص، وإنه متشخص إن هو ديسك في الفقرات العنقية، لأن هي بتجيب تنميل في الإيد. فلما راح للدكتور بتاعه، الدكتور بتاعه شك إن ده سيرفايكال ديسك أو غضروف للفقرات العنقية، فبدأ راح عمل له عملية، عمل عملية كاملة بناء على تشخيص غلط. لكن لما يبقى عندنا دراية بالأعراض دي، ونبقى عارفين إن ممكن يحصل حاجة اسمها جليان بري، ونبقى عارفين ممكن المسببات بتاعته إيه، ببدأ إن أنا أتحرك في شكل صح، فما اعرضش نفسي لمشاكل تانية كتير. يبقى احنا كده عشان نتكلم ان المشاكل بتاعت الجليان بري ملهاش حاجه او ملهاش سبب معين، لكن هي بتبقى نتيجه الانفكشن او التلوث. بعدها بيبدا يحصل ان الاميونيتي بتاعتي او المناعه بتاعتي تبدا تهاجم نفسها. بعد كده بتبدا تعمل لك التهابات في الجهاز العصبي بتاعك كله، سواء المركزي او الطرفي. بعد كده بندخل لو وصلت للجهاز التنفسي بندخل الرعايه. وبعد كده لو هو وصل على المشاكل او الاعصاب بتاعه البلع، فنبدا نشتغل على مشاكل البلع والكلام ده كله. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي تقول لنا ان الحمد لله التحسن في الجليان بري بيكون كويس، والمفروض ان هو بيمشي معايا بشكل كويس جدا، والمفروض ان هو بيتحسن. فمفيش مشكله خالص لو احنا خدنا الادويه بتاعتنا بالشكل الصح، بتبدا الدنيا تتحسن عندنا. بس لازم نبقى عارفين ان اي مرض عصبي لازم يسيب حاجات زي ريزيدوال او حاجات باقيه شويه. الريزيدوال بتاع الجليان بري بيبقى ضعف شويه في العضلات، زائد ان ضعف شويه في النفس بتاعي او المجهود. فبنلاقي المريض بتاعي بعد شهر او شهرين بدا ان هو يتحرك وينزل شغله ويتعافى وكل حاجه زي الفل، لكن بلاقي ان مجهوده بدا يقل او ان نفسه بدا يقل باللغه العاميه. فلازم ناخد بالنا، ولازم نبقى عارفين ان بعد الجليان بري بيجي لنا المشاكل دي. عشان كده كل دكاتره المخ والاعصاب اول ما يشوف حاله جليان بري يبدا العلاج الدوائي بتاعه، ويبدا معاه كورس العلاج الطبيعي عشان تبدا الدنيا تتحسن معانا واحده واحده. بكده نكون اتكلمنا معاكم على متلازمه الجليان بري، شرحنا اسبابها وقلنا ايه الاعراض اللي ممكن تحصل فيها، وقلنا البروجنوزس او التحسن بتاعها بيبقى شكله ازاي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم معاكم على العلاج الدوائي ليها، زائد العلاج الطبيعي للجليان بري بيبدا ازاي وبيتعمل ازاي. نشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل شير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا. نشوفكم على خير.